السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، الا وهي الفاريبلز او المتغيرات. طيب يعني ايه متغير؟ المتغير ببساطة هو مكان بنخزن فيه قيمة، والقيمة دي ممكن تتغير مع الوقت. يبقى المتغير ده عبارة عن مكان بنخزن فيه قيمة، والقيمة دي ممكن تتغير مع الوقت. يعني مثلا تخيل ان المتغير ده علبة مثلا. العلبة دي ليها اسم، وجوه العلبة قيمة، والقيمة دي تنفع تتغير عادي. تمام؟ طيب نشبهها بمثال واقعي عندنا اللي هو ايه؟ نفترض ان انت عندك حصالة. الحصالة دي انت مسميها مثلا ايه؟ نفترض اي اسم افتراضي، مثلا ماني. انت مسمي الحصالة دي بتاعتك ماني. تمام؟ جواها 50 جنيه. يعني جوه الحصالة بتاعتك اللي اسمها ماني دي 50 جنيه. فجيت بعد شوية قمت انت حاطط فيها كام؟ 20 جنيه. اصبح اللي جواها كام؟ 70. هي كانت 50، اصبح اللي جواها دلوقتي 70. يبقى القيمة بتتغير، ولكن خلي بالك هي نفس الحصالة اللي كان فيها 50، ولكن انا حطيت، غيرت ال 50 خليتها 70، ولكن هي نفس الايه؟ نفس الحصالة. هو ده بالظبط معنى كلمة متغير. طيب المتغير ده انا اعمله ازاي؟ مبدئيا انا عندي خطوات علشان انشئ اي متغير. قال لك اول خطوة ان احنا بنحدد النوع او شكل القيمة اللي هتتخزن في المتغير ده. يعني احنا لما كان عندنا الحصالة، احنا عارفين ان اللي هيتحط في الحصالة دي حاجة مثلا نوع شكل معين من القيم، ولكن هو فلوس مثلا. تمام؟ ينفع مثلا اجي احط في الحصالة دي مثلا حاجة بلاستيك؟ ينفع احط فيها حاجة حديد؟ لا، انا عارف ان الحصالة وانا عامل الحصالة دي على اساس ان هي تتحط فيها ايه؟ فلوس. الحاجة اللي جواها تكون فلوس. شكلها ايه؟ فلوس. النوع بتاعها ايه؟ فلوس. هكذا المتغير، انت لازم تعرف المتغير شكل القيم اللي هتكون بداخله. طيب فرضا انا عايز اعمل متغير بيخزن قيمة معينة، وليكن اخزن قيمة العمر بتاعي، الايدج بتاعي. فانا همر على الخطوات خطوة خطوة. اول خطوة قلت ان انا بحدد شكل القيمة او نوع القيمة او الداتا تايب بتاع القيمة اللي هتتخزن في المتغير ده. طب ازاي؟ انا دلوقتي عايز اخزن عمري اللي هو الايدج. تمام؟ عمر ده القيمة اللي هتحط فيه هتكون رقم. والله عندي مثلا 4 سنين، عندي 20 سنة، عندي 30 سنة، عندي 40 سنة. رقم. يبقى أول حاجة أحدد شكل القيم بتاعها هتكون عامل إزاي. طب أنا عرفت إن الشكل بتاعي هيكون رقم. طب الرقم ده في البرمجة عندي أمثله بإيه؟ قال لك بحاجة اسمها انت. يبقى أنت طالما كتبت كلمة انت، يبقى أنت كده بتهيأ إن هتعمل متغير. المتغير ده هيحمل قيمة وليكن شكلها رقم. جميل؟ تمام. طب تاني خطوة ان احنا نسمي المتغير ده. المتغير ده يكون ليه اسم. انا هعمل متغير عشان يخزن ايه؟ العمر بتاعي، فلازم الاسم يكون معبر، وليكن هيبقى اسمه ايه؟ age. بعد كده نديله القيمة بتاعته اللي هي مثلا وليكن مثلا 55، وفي الاخر سيميكول. تمام؟ يبقى انا مريت بكم مرحلة؟ 3 مراحل. اول حاجة حددت شكل القيم بتاعتي. انا عارف ان انا هخزن هنا 55 او اخزن 40 او اخزن 60، يبقى انا لازم احدد اقول له ان شكل القيمه بتاعي هيكون عباره عن ارقام. فبالتالي عندي الانت بيعبر عن رقم. خلينا نكون دقيقين اكتر، الانت بيعبر عن رقم صحيح. رقم صحيح. تمام. بعد كده بحدد اسم المتغير بتاعي، واسم المتغير يكون معبر عن الحاجه اللي انا بستخدمها، او بيكون معبر عن الحاجه اللي انا هستخدم المتغير ده
فيه. ولازم يبدا بايه؟ بسمول، وما ينفعش يبدا بايه؟ برموز. تمام؟ يعني ما ينفعش اجي اقول له مثلا كده، لا، لازم يبدا بايه؟ باسمه حرف سمول، وبعد كده بديله القيمه. تمام؟ موضوع ان احنا نديله قيمه ده في حاجه هنتكلم فيها بعدين، بس خلينا ان احنا ماشيين على الثلاث خطوات الاساسيين دول. طيب انا دلوقتي انشات متغير عباره عن متغير في الميموري بيحمل او بيخزن قيم، والقيم دي ممكن تتغير بعدين. يعني ممكن تتغير بعدين، يعني مثلا هو 55، قيمة 55 انا ممكن اجي اقول له الايدج الوقت مثلا ايكوال مثلا 28، قيمته اتغيرت. تمام؟ يبقى ده بالنسبة لي المتغير هو عبارة عن مكان بقدر اخزن فيه قيمة، والقيمة دي ممكن ايه؟ ممكن تتغير. طب جميل، تعال نشوف الشكل ده المتغير بتاعنا شكله عامل ازاي في الميموري. شوف المثال ده، هتلاقي ان ده اللي انت عملته. اول حاجة عملت اسم، حددت شكل القيمة اللي هتتخزن في المتغير، حددت له اسم واديت له قيمة. فاصبح الكلام ده هيترجم في الميموري كالاتي، هي دي الميموري بتاعتي. تمام؟ هيجي على مكان ويحجز فيه جزء كده، او يخصص مكان في الميموري. المكان ده اسمه ايدج، اللي هو اسم المتغير اللي انت عملته، والقيمة اللي فيه هيكون ايه؟ 21. طيب جميل، نفترض انا دلوقتي عايز اخزن او عايز اعمل متغير، المتغير ده بيحمل قيمة بتكون رقم، ولكن رقم ممكن يكون فيه كسور. يعني رقم ممكن يكون فيه كسور. احنا قلنا هنا ان الانت لازم يكون رقم صحيح، يعني لو جيت هنا قلت بوينت 3 هيقول لي لا خلي بالك في مشكلة. طيب انا عايز فرضا مثلا انا عايز اعمل متغير اسمه برايس. تمام؟ والبرايس ده مثلا عايز مثلا نفترض هخزن قيمة او سعر مثلا منتج معين، وليكن قيمته مثلا 23 مثلا ونص. تمام؟ ساعتها لازم اقول له، يبقى انا لازم اعرفه ان شكل القيمة بتاعتي اللي هتتخزن في المتغير ده هي شكل هتكون رقم، ولكن رقم 10. فساعتها هنقول له ايه اللي بيعبر عندي عن رقم العشري، اللي هو الايه؟ حاجة اسمها الدبل. تمام؟ جميل جدا. طيب انا فرضا دلوقتي عايز اخزن اسمي مثلا، او اسم المنتج، او ايا كان. فانا عايز اعمل متغير علشان يخزن فيه اسم. تمام؟ فانا مثلا حاجه هنا اقول له مثلا نيم. تمام؟ ايكوال مثلا محمد. تمام؟ طيب انا عايز اعرفه ان انا هعمل متغير اسمه نيم، بس القيمه اللي هتتخزن في المتغير ده اللي هي دي نوعها تكست، نص. اقول له كده ازاي؟ قال لك عندك حاجه اسمها السترينج. سترينج دي كانك بتقول ان انا بعمل متغير اسمه نيم وهيتخزن فيه قيمه نوعها ايه؟ سترينج. تمام؟ جميل جدا. طيب خلي بالك احنا عندنا في نوع تاني ممكن نضيفه هنا للارقام، مثلا حاجه اسمها نم. نم مثلا نفترض هايت مثلا ايكوال مثلا 23. تمام؟ وممكن نقول له برضو 23 ونص، سوري 23 ومثلا 6 من 10. فده قبل النم ده كأنه بيعمل عملية دمج بين ايه؟ فرضا انت مثلا انت عايز تخزن رقم متغير، هيخزن رقم، ولكن انت ما انتش عارف الرقم ده هل هو ممكن يجي لك انتجر او هل هو ممكن يجي لك رقم عشري، فانت محتار. بس انت عارف متأكد ان هو رقم، بس انت مش عارف هو هيبقى رقم صحيح ولا رقم ايه، ولا رقم فيه كسور. فساعتها انت بتختصر وتقول ان اللي راجع لي ده او اللي هيتخزن في المكان في المتغير اللي اسمه ده هيكون عبارة عن ايه؟ عن رقم. تمام؟ جميل جدا. طيب عندي نوع تاني. طيب نفترض مثلا انا واحد عايز اعمل متغير. تمام؟ المتغير ده
بيحمل قيمه ترو او فولس. يعني ايه ترو او فولس؟ يعني ايوه او لا، يس او نو. تمام. انت وانت شغال بنشتغل ان شاء الله هنلاقي ان احنا مضطرين ان احنا في حاجات متوقفه او معتمده على ان الحاجه دي حصلت تمام نعم، او الحاجه دي ما حصلتش يبقى لا. فده اسمه الترو ايوه والفولس لا. تمام. فالنوع ده اسمه ايه؟ هو اسمه بوليان بس بيختصر كلمه بول. نفترض مثلا از مثلا سي تمام ايكوال مثلا هنقول له ترو. السي ده مثلا نفترض ان احنا يعني اما نخش نتعمق يعني في الموضوع، في نعمل في فلاتر وكده ونبدا في فلاتر، هنلاقي ان احنا مثلا بنعمل حاجه، عندنا حاجه اسمها اون بوردنج مثلا ديسك لينا. ف مثلا انا خلاص المتغير المستخدم قصدي شافها مره فمش مضطر ان هو يشوفها تاني، فساعتها هنسال طب هل المستخدم شافها مره، شافها قبل كده؟ ايوه. فخلاص هنعمل امر معين. طب هو ما شافهاش؟ ايوه. طب خلاص هنعمل امر معين. اذا الكود هيتنفذ او مسار الكود معتمد على اه او لا، يس او نو. جميل. جميل جدا. يبقى ده، يبقى دول اللي عندي دول اشهر ايه او الاساسيات بتاعت اللي هم الداتا تايب. تمام. طيب عندك حاجه في فلاتر جميله جدا جدا جدا، بتقول لك ايه؟ بتقول لك فرضا انت عايز تعمل متغير، تمام، ولكن انت ما عندكش القدره او مش عارف او مش قادر تحدد القيمه اللي هتتحط فيه، القيمه اللي هتتحط في المتغير ده شكلها عامل ازاي. يعني احنا هنا قدر في الايدج قدرنا نحدد وعارفين ان الايدج القيمه اللي هتتحط فيه وليكن رقم صحيح. تمام. طب وعرفنا مثلا ان البرايس مثلا القيمه اللي هتتحط فيه وليكن هي كام؟ رقم 10. مثلا عندنا النيم، احنا عارفين ان النيم ده هيتخزن فيه قيمه وليكن تكست. طب احيانا مثلا انا مش عارف او مش قادر احدد القيمه بتاعتي هتكون عامله ازاي. فدارت وفرت لك، خلي بالك، كي وورد وليس داتا تايب. كي وورد اسمها ايه؟ فار. الفار دي بتقول لك ايه؟ تمام. بتقول لك انت هتعمل اسم المتغير عادي اللي هو مثلا نفترض اللي هو النيم مثلا 2. تمام. وتدي له القيمه بتاعتك وليكن ايه؟ عالي. احنا خلي بالك احنا فوق هنا لما جينا عملنا النيم قلنا له ان النيم ده هيكون عباره عن ايه؟ سترينج. حددنا لان انا عارف ان النيم ده هيكون عباره عن ايه؟ عن تكست. طب انا هنا اصلا نفترض ان انا مانيش عارف النيم 2 ده ايه القيمه اللي هتتخزن فيه او شكلها هيكون عامل ازاي، او انا مش قادر احدد. ساعتها تيجي مهمه الايه؟ الفار. تمام. يبقى الفار دي مش داتا تايب، هي كي وورد. حتى لو لاحظت هتلاقي دي نفس ده نفس اللون ده نفس اللون ده نفس اللون، ولكن دي اللي لونها مختلف. طب دي مهمتها ايه؟ دارت قالت لك في حين او في حاله ان انت مش قادر تحدد شكل القيمه بتاعتك، انا هقدر احددها لك. بجد؟ ايوه انا هقدر احددها لك. انت بس ما عليك ان انت تبدل الداتا تايب اللي انت المفروض هتكتبه بكلمه فار. طب وهتعملي ايه؟ قلت لك خلاص انا هحدد وهعرف واستكشف ان القيمه دي شكلها ايه. يعني احنا لو بصينا هنا النيم ده نوع ايه؟ نوع سترينج، وده اللي احنا عاملينه بايدينا صح؟ جميل. طب لو جينا وقفنا عند النيم 2 هنلاقي ان هو برضو ايه؟ سترينج، رغم ان انا مش كاتب هنا سترينج. هنا ماشي هنا كاتب، طب هنا مانيش كاتب صح؟ مش كاتب. رغم كده لو جينا وقفنا على النيم 2 هنلاقي ان التايب بتاعه ايه؟ سترينج. طب تخلينا فرضا ان النيم 2 ده مثلا شلنا كلمه علي وخلينا مثلا رقم 8، وجينا وقفنا على النيم لقينا اتحول لايه؟ حدد النوع طيب ايه؟ انت. طب نفترض مثلا هو بقى 8 مثلا بوينت 4، هنقف كده هنلاقي ان هو ايه؟ دبل. يبقى هو بيحدد من نفسه، بيحدد من نفسه القيمه، شكل القيمه اللي انت هتخزنها فين؟ في المتغير ده. في حاله ان انت ايه؟ ان انت مش قادر او مش عارف تحدد التايب اللي جاي لك. بس خلي بالك، خلي بالك، هو ده مش معناه يعني ده حاليا كده هو بالفعل كانك بالظبط، يعني لو وقفنا كده هنلاقي ان هو دبل، كانك بالظبط حاطط دبل. تمام. كانك بالظبط حاطط ايه؟ حاطط دبل. جميل.
علشان هيكون في عندنا في حاجه تانية كده هنتكلم عليها، وان شاء الله هنوضح الفرق بينهم. يبقى اذا ده عندي بالنسبه لي ايه؟ دول الداتا تايب بتوعي، تمام، اللي انا من خلالهم بحدد شكل القيمه اللي هتتخزن في المتغير. جميل. طب فرضا انا مش عارف احدد القيمه، دارت سهلت عليك الامور وقالت لك تمام ما عنديش مشكله، اكتب بس كلمه فار وانا هتنبأ او هتوقع او هخمن مش هخمن، سوري، لان هي مش هتخمن، دي حاجه انت هتكتبها، وبناء على اللي انت هتكتبه هي هتحدد. فقالت لك انا هبص على القيمه اللي انت هتدخلها وبناء عليها انا هحدد الايه؟ القيمه بتاعتي. تمام. طيب خلي بالك، هو النيم 2، او خليها عشان نكون منطقي شويه، مثلا خليها برايس 2 مثلا، البرايس 2، تمام. هو الوقت اصبح ايه؟ دبل، صح؟ طب هو انا مثلا ينفع اجي هنا مثلا برايس مثلا 2 واغير قيمته مثلا من دبل مثلا لبوليان، او مثلا خلينا نقول لسترينج مثلا، سيد مثلا، اقول لك لا مش منطقي خالص. ليه؟ لانه هو البرايس ده شافه اول مره حضرتك انشأته، اهو بص على القيمه الاولى لقاها دبل، فخلاص هو اعتمد ان المتغير ده ما ينفعش يحمل قيمه او ما ينفعش يخزن قيمه الا من نوع ايه؟ دبل. فما ينفعش ان انت تجيلي تحت او في اي مكان تاني تديله قيمه ايه؟ سترينج. ليه؟ لان زي ما قلت لك كانك بالظبط حاطط ايه؟ كلمه دبل دي مكان ايه؟ مكان الفار. تمام يا شباب؟ جميل. طيب تعالى ناخد حاجه تانية الا وهي الديناميك. تمام. الديناميك دي ده داتا تايب. الداتا تايب ده مختلف شويه عن اللي فوق دول. ازاي؟ الداتا تايب ده مرن جدا لابعد الحدود. ازاي مرن جدا؟ تعال نسيب دول، نشيل دول ونسيب ده، نفترض مثلا ده برايس مثلا وده برايس 1 ايكوال مثلا، نفترض هي قيمة كده. ده داتا تايب، صح؟ صح. بس الداتا تايب دي زي ما قلت لك مرن لأبعد الحدود. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه مرن لأبعد الحدود؟ يعني احنا عارفين ان انا لما بحط، ما بنشئ متغير وبدله قيمة ويعرف شكل القيمة، خلاص ما ينفعش ان انا اجي اغير زي ما جربنا فوق. تمام؟ طيب ليه ده مرن؟ لان انت لو جيت بصيت انت عندك البرايس، البرايس واحد ده اللي هو نوع دايناميك، قيمته ايه؟ بياخد قيمه شكلها دبل. طب ممكن لو جيت تحت قلت له برايس واحد ايكوال مثلا، نفترض علي، يقبل عادي. ازاي؟ ده انا في الاول البرايس واحد ده اصلا نوعه دبل، ما ينفعش. لا، في دايناميك ينفع. ليه؟ دايناميك دي بتقول لك ايه؟ حطنا قبل المتغير اللي هو ده متغير، حطنا قبله وادوله قيمه بقى براحتك، عايز تديله انت وبعد كده تغير لدبل وبعد كده تغير لسترينج وبعد كده تغير لبوليان، ما عنديش اي مشكله، انا مرن جدا معاه. بس لو جيت بصيت، لو جيت وقفت على البرايس هتلاقي ان هو نوعه ايه؟ دايناميك. لو جينا بصينا فوق للفار، لما وقفنا على الفار ما قالكش ان الداتا تايب ده نوعه فار، لا هو عارف ان هو دبل فدبل، خلاص ما ينفعش اغير قيمته تاني. طب لو جينا هنا، لا ده قيمته دايناميك. يعني ايه دايناميك؟ يعني اقدر اغير شكل القيم بتاعته في اي وقت انا عايزه لقيمه تانية. زي ما قلت ده قيمه عشريه، ممكن اخليها قيمه مثلا وليكن سترينج زي ما احنا شايفين هنا، ممكن اخليها بوليان، ممكن مثلا احولها لاي قيمه. يبقى الدايناميك ده في تشابه بينه وبين الفار، او الفار والدايناميك في تشابه بينهم وفي اختلاف. تعال نتكلم عنهم كده. الفار بتقول لك لو انت مش عارف شكل القيمة اللي انت هتخزنها في متغير، ما تقلقش،
حطني بس قبل اسم المتغير وانا هحدده لك. ولكن ما تقدرش تغير في شكل تاني. يعني انا حددت لك هنا ان هو، انت كتبت لي ان هو دبل وانا حددت ان هو دبل، ما ينفعش تجي لي تحت تقول لي ايه، تقول لي برايس مثلا ايكوال ايه، مثلا ايكوال زي مثلا اي سترينج. مش مقبول. ليه؟ لان انا خلاص انا حددت، انت ما انتش عارف، وقدرت ان انت ما انتش عارف وحددت القيمه بتاعتك. تمام. بس انا مش ايه، مش لعبه في ايدك ان انت تغير وتديني قيمه في الاول وبعد كده تغير شكل القيمه، لا. طب الدايناميك، لا الدايناميك سلسه جدا جدا. طيب الدايناميك بتقول ايه؟ بتقول برضه انا زي الفار، لو انت ما انتش عارف القيمه اللي هتتخزن في المتغير ده شكلها عامل ازاي، حطني قبلها وانا هتعامل عادي واقول لك. وبراحتك، براحتك عايز تيجي تحت تغير مثلا من الدبل السترينج براحتك، عايز بعد كده تغير مثلا من السترينج ده، لو جينا خدنا ده كده، يعني لو جينا غيرنا مثلا من ده لمثلا نفترض مثلا قيمه بوليان ترو، عادي، انا معاك في اي حاجه. تمام. يبقى ده بالنسبه لي الفرق بين الفار والديناميك، لان فيهم اوجه تشابه ولكن في اختلاف كبير جدا في الايه، في طريقه التشغيل او في المهمه اللي بي ايه، اللي بيقدموه. جميل. ده كان كلامنا عن المتغيرات. تمام. ان شاء الله استناكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.